عقب اندلاع حرب أكتوبر سنة 1973 قام بليغ حمدي وزوجته الفنانة وردة الجزائرية بالتوجه إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون، ومعاهم الشاعر عبد الرحيم منصور عصر يوم 6 أكتوبر. وقتها الأمن منعهم إنهم يدخلوا. قعد يزعق بليغ حمدي وقال لهم هاتولي وجدي الحكيم واللي كان مسؤول بمبنى الإذاعة والتلفزيون وقتها. جه وجدي وحاول يفهمه ان الحرب بدأت وما ينفعش خالص ان حد يدخل مبنى الإذاعة والتلفزيون دلوقتي. صرخ بليغ حمدي فيهم وقال لهم هعمل محضر فيكم انكم رافضين تخلوني اغني البلدي. ومع تصميم بليغ حمدي سمح لي بابا شارو مدير الإذاعة وقتها بالدخول، بس قالوله للأسف مفيش ميزانية لعمل أغاني جديدة. فقام بليغ حمدي بكتابة إقرار إنه متحمل كافة مصاريف الأغاني من كلمات وفرقة موسيقية. واستدعى بليغ حمدي أحمد فؤاد حسن قائد الفرقة المسية، واللي رفض إنه ياخد أي فلوس هو كمان، ورفض برضه عبد الرحيم منصور إنه ياخد أي فلوس مقابل عمله. وكان عبد الرحيم منصور كان كتب أغنيتين، الأولى بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله، والأغنية التانية وأنا على الربابة بغني. وبدأ بليغ حمدي في تلحين الأغنية الأولى بسم الله، وانتهى منها وقت مغرب يوم 6 أكتوبر، ومحضرش الكورال اللي كان هيغني الأغنية لظروف حظر التجوال بسبب الحرب. فجمع بليغ حمدي كل العاملين بمبنى الإذاعة والتلفزيون والفراشين وعمال الشاي، وقام بتحفيظهم اللحن. وعند الساعة 12 من يوم 6 أكتوبر كان بليغ حمدي بيقوم بتسجيل الأغنية، واللي سمعها بابا شارو فجر يوم 7 أكتوبر. مندهش إزاي قام بليغ حمدي بالعمل الرائع ده في ساعات قليلة. واتذاعت الأغنية صباح يوم 7 أكتوبر كأول أغنية جديدة عن حرب 6 أكتوبر. وبعدها على طول تم تسجيل الأغنية التانية وأنا على الربابة بغني للفنانة وردة الجزائرية. رحم الله الفنان بليغ حمدي وزوجته الفنانة وردة، وكل عام ونصرنا بخير وأعدائنا فأحط وأسفل السافلين. وحفظ الله مصر وشعبها بكل ما أراد بها السوء، وحفظ الله كمان الشعب الفلسطيني وأيدهم الله بنصره وعزته. وبس كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.